يا جماعة اللي حصل ده مش مجرد انفجار، دي قنبلة ليتل بوي. شطار يورانيوم مسح المدينة في ثانية. أنا دلوقتي في هيروشيما سنة 1945 بعد ثواني من أكبر انفجار شافته الإنسانية. بس عشان نعرف اللي حصل لازم نرجع شوية لورا عشان نفهم الحكاية من الأول. هيروشيما كانت مدينة عادية، صباح هادي، ناس عايشة حياتها، ولا حد كان حاسس بحاجة. ومش عارفين إن في طيارة B-29 فوقيهم شايلة نهاية العالم. الوميض اللي انت شفته ده اقوى من نور الشمس ب1000 مرة. الحرارة هنا وصلت ل4000 درجة مئوية في اقل من ثانية. بص ورايا، الخرسانة بتدوب والحديد بيتلوي كأنه بلاستيك. دي مش نار عادية، دي طاقة الذرة اللي انفجرت على ارتفاع 600 متر عشان تعمل اكبر دمار ممكن. 20 موجة الضغط كانت اسرع من الصوت، مسحت كل حاجة في لحظة. 70% من هيروشيما اتمسحت من على الخريطة، مفيش حاجة صمت قدام الضغط ده. بس المطر لونه اسود، ده الغبار النووي بشع، اللي بيلمسه بيموت بالتسمم. ده مش مطر خير، ده غبار نووي مشع اتخلط بالدخان والرماد ونزل يقتل اللي نجا. مسمومة بالإشعاع. Don't drink the water. It's contaminated with radiation. Stay away from the river. اللي هيشرب منها بيموت وهو مش حاسس. بفشل كل أعضاء جسمه في ساعات، والآلاف اللي نجوا النهارده هيموتوا بمرض الإشعاع. هيروشيما كانت درس قاسي جدا، أنهت حرب بس فتحت باب للجحيم. القنبلة دي كانت الأضعف، اللي موجود دلوقتي أقوى منها بمئات المرات. ودلوقتي العالم كله خايف حد يدوس على الزر ده تاني. ساعتها مش مدينة واحدة بس هتنتهي، العالم كله ينتهي.